صباح النور يا ماما. صباح الجمال، صباح الحلاوه. انا بحب الفطار ده. الحلويات دي لا انا بحب الفطار ده. لا تقولي لي بقى لو جبتي لي لحمه او جبتي لي جمبري حتى، سبحان الله. جمبري يا ماما. والله العظيم احلى، واحلى حاجه بوكيه الورد اللي انت عاملاه ده. ايه رايك؟ ده الخضار ده ايه ده؟ ده انواع كتير. ده انا جايبه لك جعديت الله. وبصل اخضر وجرجير، بس كل الجعديت دي الخضار معظم بتاع الفلاحين. الجعديت ده معظم الناس ما تعرفوش. ده بيطلع لوحده في الزرع لوحده، بس جميل. جميل فعلا، بيطلع لوحده كده سبحان الله. وجرجير يعني انا وبصل. طلعت من وانا صغيره انتم مربيني عليه. الله الله الله. انا هات لنا الاطباق هنا بقى. العيش الفلاحي الناشف الجميل وعيش بلدي بتاعنا. ده دي ايه؟ جبنه القديمه الحرشه. جبنه قديمه عليها ايه؟ عليها طحينه وعليها زيت ومظبطه الله كده. الله طحينه وزيت بقى. الله الله. لا نخلي المربى بعيد عشان دي المربى دي يعني حدق وحلي. وهنا بقى الجبنه. جبنه الله جميله. الله. هو ده الكلام بصراحه. دي بقى مع الخضره كده والجبنه القديمه فظيعه. والمخلل بتاعي الجميل ده. ده اساسي المخلل شايفه طبعا. التشكيله وفي البيت ده معمول في البيت، مش جايبينه من بره. خلي الاثنين دولت جوه في النص اهو. هاتي هنا. لسه هجيب الفول بقى. الكبير بتاعنا. لا هو ده احلى فطار. بصي الجمال ده. لا هو ده بقى هو ده وحش الشاشه بقى. هو ده الكلام. الجبنه القديمه مع طعميايه مع العيش البلدي اللي لسه جاي طازه، او عيش فلاحي ناشف اهو، والبصل الاخضر ده. بصي المفروض يتحط ديكور هنا. يا ولا البوكيه. البوكيه جرنيه. وهنا الفلفل الحراق، في ناس تحب تاكله، انا بحبه مع الفول والطعميه فظيع. هو كان ناقص بيض بس، وعندنا على فكره البيض والله يا جماعه. الشاي بصوا على فكره اللهم بارك اللهم بارك. البيض اهو كتير، بس ما عملناش البيض بصراحه عشان انا بحب ده لوحده كده. عايزه بقى تعملي شويه بطاطس محمره وشويه بيض. بقى تقدمي بقى الفول، ولو لو انت زودت البيض او زودتي شويه بطاطس محمره وعليا النعمه احلى فطار. البت بتلف الصينيه كاننا احنا قاعدين في لف الله. شوف بصي بتلف لوحدها، بسم الله ما شاء الله. بتلف الله. المجهود ما يروحش على بصوا العيش البلدي ده جميل، بس انا بحب ده ناشف اهو. ناشف ده العيش ده. انا العيش الفلاحي ده ما بتقطعش من عندي. لا الجمال عدى الكلام. البوكيه جرنيه ده فظيع. الكلام عدى الكلام. انا نفسي اكل والله قدامي. بصوا يا جماعه، ده الاكل المصري اعتقد يا ناني ما حدش بيختلف عليه. بالظبط صح. الاكله اللي ما حدش بقول لك ايه، بيختلف عليها. فاكره السندوتشات اللي انت اكلتهاني وقلت لي هي دي الفطار والغدا والعشاء؟ ده الفطار بس يا جماعه، دي المفاجاه. عرفت عشان تعرفي بقى. بصي دي تكلفتها اقل بكتير من انك تاكلي سندوتشات بره. لا وهتاكلي وتشبعي. يعني هنفطر الفطار ده كل يوم يا جماعه؟ خليكم لا احنا كل فين وفين بناكل الحاجات دي، لان احنا الصبح ناكل قرص. بتجيبوا لي يا جماعه في المواسم مش عارفه ايه، لبن، حاجات كده، ايه، بسكوتات. لكن محمرات. غالبا بقى لما ناكل بقى الحاجات اللي هي ايه ونقعد بقى ايه نفطر ده في القلب. عارفه البطيخ بقى، مصيب البطيخ بحب. ده بيبقى جميل قوي البطيخ طبعا. لا بس على فكره الجبنه القديمه دي بتاعتنا برضو من البيت. ودي يا جماعه عمايل بيتي. بصوا يا جماعه، تعالوا اخدكم معايا جوله. بصوا برطمان الجبنه بسم الله ما شاء الله، وبرطمان المخلل جنبها. دي عمايل بيتي برضه. احنا جنبنا كده، وده عمايل بيتنا. كل حاجه تعملها في البيت. دي مربى تين، ودي برضه عمايل بيتي. ده عمايل بيتنا، وده عمايل ايدينا عادي. واحلى بقى ما في الموضوع الشاي. براد الشاي، شاي ام حسن بعد الاكله دي. ايوه بعمل لهم شاي. الله ما يلا بينا بقى. يلا بينا بقى. صباح الفل.